لو أنت في تالتة ثانوي وفاضل على امتحاناتك 40 يوم، فهتعيش أعظم 40 يوم في حياتك هتندم عليهم باقي عمرك. مش هتندم إنك ما جبتش أعلى مجموع، بس هتندم إنك ما عملتش اللي عليك. أنت عليك السعي وربنا عليه النتيجة. أنا طالب في تالتة ثانوي أزهر وقررت أبدأ تحدي مختلف، مش شبه أي حاجة شفتها قبل كده. تحدي هنواجه فيه نفسنا بجد. كل يوم هيبقى فيه مهام مذاكرة أو عبادة وتحديات جامدة هتخليك أقوى ومنضبط أكتر وملتزم. ولو شايف إنك مش هتعرف تكمل فده بالضبط السبب اللي يخليك تبدأ معانا. كل يوم هننزل فيه فيديو في التحدي بتاع اليوم والمهام بتاع اليوم، وفي آخر اليوم نعمل تجرد بسيط نشوف إيه اللي خلصناه وإيه اللي ما خلصناهوش وليه ما خلصناهوش. وصدقني إنك مش لوحدك، أنا كمان باشارك معاكم وباشارككم كل لحظة في التحدي. كل يوم قبل ما تنام هتكتب المهام بتاعت بكرة، مذاكرة، رياضة، عبادة، أي مهام يعني كلها، عشان لما تصحى تبقى جاهز تبدأ من غير لخبطة. وفي آخر اليوم هتعمل جرد إيه اللي اتعمل وإيه اللي ما اتعملش وإيه اللي ضيّع وقتك، وتشوف إيه اللي حصل غلط وتصححه عشان ما يحصلش تاني. وكل ده بنية طلب العلم، عشان ناخد أجر ونقرب من ربنا، لأن أجر طالب العلم مش بسيط. تفتكر لو فضلت 40 يوم ماشي صح، إيه اللي ممكن يحصل؟ هتضغط نفسك شوية بس ممكن تغيّر مستقبلك كله، وكلها 40 يوم مش سنة يعني. ولو ناوي تدخل معانا هنراجع مع بعض ونحل امتحانات ندي بأقصى طاقتنا. سيب كومنت وشجع غيرك، واشترك في القناة عشان توصلك المهام أول ما تنزل. وبالمناسبة التحدي مش بس مذاكرة، في كمان نصايح تخليك تركيزك أعلى وتنظم وقتك. يعني دي 40 يوم ممكن يغيروا شخصيتك ويغيروا تفكيرك للأبد.